استاذ مجدي عملت 5 بس. لا انا مهله. وبالطبع كانت هناك في حياتي شخصيات لا تنسى حيث يصعب اسقاطها من الذاكره، حيث كانت لي بمثابه المرشد والملهم. والدي ووالدتي رحمهم الله رحمه الله عليهما، استاذي وعمي وصهري المرحوم الشيخ عبد اللطيف احمد عطيه ناظم مدرسه محمد عبد المطلب سابقا، أستاذي في المرحلة أساتذتي في المرحلة الابتدائية المرحوم الأستاذ السيد أبو عمرة، وطال الله في عمره الأستاذ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الباسوني. أستاذي من الصف الأول الابتدائي أستاذ عبد الرحيم درس لي أطال الله في عمره في الصف الأول الابتدائي. وكثيرا من رواد العلم أعتقد فضلهم علي من الدعوات، إنني أدعو لهم بموفور الصحة، ولا أنسى أقدم شكري للأستاذ عبد القادر محمد فرغل، لأنه كان له جزيل الشكر في نقلي من إدارة بما إلى إدارة المراغة. أحبائي الكرام، لا أجد ما أختم به كلماتي إلا هذين البيتين من الشعر العظيم للشاعر حافظ إبراهيم، يقول: وأردد ورائه قائلا: شكرت يزيد صنعكم بدمعي ودمع العين مقياس الشعور، لأول مرة في قد ذاق جفني على ما ذاقه دمع السرور. الأحباء الأفاضل، ستظل في القلب دائما وردة الصفاء التي تتوهج بالشوق والحنين. وفي الختام أستودعكم الله الذي